فين الحكمة لما تحس إنك فخور بمعلوماتك وعلمك في أي مجال؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الله سبحانه وتعالى بدأ السورة بذكر إن الروم هتغلب فارس بعد ما فارس غلبت الروم، وإن المؤمنين هيفرحوا بالنصر ده. وبعد كده الله سبحانه وتعالى نبه إن كتير من الناس بيعلمون ولكن يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو تأملت ليه الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر القصة دي بين الروم وبين فارس؟ عشان يقول لك إن العلم اللي عندك ده هيروح بيك فين إذا كان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الأشياء بين الأمم زي ما قدر الحروب اللي بين فارس وبين الروم. فاعرف قدر علمك واشكر ربك على العلم اللي اداهولك، وخلي العلم يقربك من ربك مش يبعدك عنه. ولذلك قال بعدها: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. عشان برضو كتير من اللي بيكون عندهم معلومات وعلم في مجالات زي الفيزياء أو الطب أو الرياضة أو غيرها، ده بيؤديهم إلى أن هم يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويكفروا بالخالق ويكفروا باليوم الآخر. ولذلك قال الله تعالى في آخر السورة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فالعلم والمعلومات مش ممدوحة عند ربنا ولا في كتابه إلا إذا كانت بتقربك إلى الله سبحانه وتعالى.